لو اول مره تملحي بوري في البيت الفيديو ده ليكي تتفرجي عليه، هينفعك كتير. اول حاجه وانت بتشتري البوري يا ريت تشتري من المحل اللي انت بتتعاملي معاه على طول بتاع سمك، عشان تبقي ضامنه ان انت بتاخدي منه بوري. تاني حاجه لازم يكون البوري فريش، ويكون السمكيه نص كيلو او بكتيره 3 سمكات في الكيلو. هنبدا بقى نغسل الخشن كويس جدا، نزلي بقى لو فيها اي طينه ولا اي حاجه اغسليها كويس. تاني حاجه معانا اللي احنا هنسيبها ليله كامله تصفي الميه بتاعتها. ممكن بقى تصفيها زي ما انا صفيتها كده، تجيبي الكوبايات وتوقفي السمكيه وتسيبيها في المطبخ ليله كامله، توقفيها بالشكل ده. عشان تضمني البوري نجح معاكي لازم تكوني منشفاه من الميه بتاعته كويس جدا. كده انا البوري بعد ليله كامله سايباه يصفى الميه بتاعته، هتجيبي مناديل وهتفتحي الخياشيم وتنشفيها كويس جدا. انا مش عايزه فيها ميه خالص. بعد ما تنشفي السمكيه كويس وتضمني ان انت نشفتيها من الميه دلكي بقى السمك بتاعك كله او اعملي له مساج. ده بيخليه بعد عمليه التمليح تلاقي الفسيخيه دايبه معاكي كده. خلاص بقى كل الكميه اللي معايا هنشفها. وما تنسيش ان انت تعملي كل السمك مساج او تدليك. جربي الطريقه بتاعتي دي لو اول مره تعملي فسيخ في البيت ومشيتي على الخطوات دي، هينجح معاكي وهيبقى احلى من اللي انت بتشتريه من بره. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير. معايا ملح خشن وشطه وكركم. الملح الخشن ده انا مشتريه من عند العطار او اي سوبر ماركت، ما ينفعش تستبدليه بملح الطعام بتاعنا العادي اللي هو الناعم. قلبي بقى كل المكونات بتاعتك دي مع بعض. افتحي بقى السمكه من عند الخياشيم وامليها ملح واكبسيها كويس جدا. اكبسي كويس، وحشي كمان البق السمكيه. هاتي بقى 4 5 اكياس دخليهم جوه بعض زي ما انا عامله كده. هتحطي في ارضيه الكيس ملح من الخلطه اللي احنا عاملينها دي مجهزينها مع بعض. تحطي في الارضيه ملح، هترصي السمك بتاعك واحده عكس واحده، ما بين كل طبقه هترشي برده من الخلطه اللي احنا عاملينها. وانتي بترصي لو في حاجه وقعت منها الملح شويه او حسيتي للخياشيم الملح بتاعها قليل اكبسيها تاني. رصي بقى كل سمكيه عكس التانية. اخر طبقه رشي عليها ملح كويس برده بحيث انتي تغطيها. طلعي بقى الهواء من الكيس ورشيها كويس. هاتي بقى الاسترتش بتاعك ولفيها لفه محترمه جدا. لفي لفه كويسه قوي علشان متبقاش داخل لها اي هواء. ده برضو من يعني اسرار النجاح الفسيخ، اللي هو يكون مقفول عليه كويس جدا. هنسيبه قد ايه؟ من 10 ل 15 يوم. مع كل يوم لازم تقلبيه. اقفلي بقى بالاسترتش كويس قوي. في صينيه بقى او في كروانه حطيه عشان هو بينزل ميه، حطي جنبك في المطبخ كل يوم قلبيه. انا كده هفتح عليه بعد 15 يوم. وانت كمان جربي الطريقه دي ان شاء الله وتنجح معاكي، اوفر وانضف من اللي بتشتريه من بره. بصي ما شاء الله دايب وطعمه جميل جدا ولونه كله طالع بينك. انت شايفه لونه ما شاء الله جميل. ان شاء الله تجربوه ويعجبك. انت كمان جربيها. وبعد ما انا كده هنضفه وبحطه في علبه واحط عليه زيت وليمون وبحطه في التلاجة. وقت الاستخدام بطلع اللي انا عايزاه. بس ما شاء الله دايب ولونه جميل.